لو قلت لك ان في 5 مهارات AI لو اتعلمتهم النهارده تقدر تبدا شغل في مجال ال AI وتاخد اول عميل ليك خلال 30 يوم بس، وان واحده من المهارات دي انا شخصيا عملت بيها مشاريع بالاف الدولارات. سواء انت مقدم خدمات AI اوتوميشن او بزنس اونر عايز يتعلم عن ال AI، فانت هتخرج من الفيديو ده عارف اهم 5 مهارات لازم تبدا بيهم النهارده. قبل ما نبدا لازم تبقى عارف حاجه مهمه: المهارات دي مش مجرد كورسات هتاخدها وتحطها في السي في وما تستفادش بيها بعد كده. دي مهارات عمليه 100%، هتقدر تتعلمها النهارده وتبدا تطبقها على شغلك وتلاقي نتائج. انا احمد الطلخاوي، مؤسس ايربوت، شغال في الاي اي اوتوميشن بقالي 3 سنين من 2022. بنيت عشرات الحلول لشركات ومتاجر الكترونيه، وكل اللي هقوله في فيديو النهارده ده مبني على خبره حقيقيه مش مجرد كلام نظري وخلاص. اكيد انت عارف ان المجال واسع جدا، كل يوم الاي اي بيتطور، كل يوم بيظهر حاجه جديده. فانا في الفيديو ده هقول لك الطريق الصح عشان تبدا باهم 5 مهارات انت محتاجها في الاي اي. عشان كده عايزك تركز معايا في الفيديو ده، هات ورقه وقلم وابدا اكتب نوتس ورايا عشان تخرج من الفيديو باقصى استفاده. اول واهم مهاره هي البرومبت انجينيرنج. تخيل معايا انك عندك اذكى موظف في العالم بس مش فاهم الاوامر اللي انت بتقولها له ومش عارف انت عايز ايه بالظبط. هو ده بالظبط اللي بيحصل لما تبدا تستخدم شات جي بي تي او اي اي تول من غير ما تتعلم برومبت انجينيرنج. دي المهاره اللي بتفصل بين مستخدم ذكاء اصطناعي عادي واللي فعلا بيعمل نتائج بالاي اي. لانك مهما استخدمت ادوات صح او تولز اي اي كتير، مستحيل تقدر توصل للنتيجه الصح وانت اصلا مش عارف تشرح للاي اي انت محتاج منه يعمل ايه. يعني مثلا في ناس كتير قوي تقول تشات جي بي تي بيجاوب حاجات غلط او بيقول حاجات مش صح. تيجي تبص البرومبت اللي هو كاتبه تلاقيه حاجه زي اديني 5 افكار عشان انزل محتوى. ده مش برومبت، ده سؤال عام جدا وبيخلي شات جي بي تي مش فاهم انت قصدك ايه. بس اللي عنده مهاره برومبت انجينيرنج فعلا بيكون البرومبت بتاعه شكله كده: انا احمد، مؤسس ايربوت، متخصص في الاي اي اوتوميشن، بعمل محتوى تعليمي على اليوتيوب لرواد الاعمال واصحاب المشاريع والناس اللي عايزه تتعلم اي اي في مصر والشرق الاوسط. جمهوري هم رجال اعمال او فريلانسرز سنهم من 25 ل 40 سنه، مهتمين بالاي اي وبالاوتوميشن. بناء على اللي انا شرحته ده محتاجك تديني 5 افكار لمحتوى يوتيوب يحل مشاكل حقيقيه عندهم، وكل فكره تكون عمليه وقابله للتطبيق فورا، فيها قيمه واضحه ومناسبه للمبتدئين في الاي اي. شايف الفرق ما بين البرومت الاول اللي هو عام جدا والبرومت التاني اللي انا حرفيا شرحت كل حاجه فيه وشات جي بي تي بقى عنده معلومات كافيه قادر فعلا يخصص لي الرد بتاعه؟ في الاولى الاي اي تايه ومش عارف انت عايز ايه، في الثانيه الاي اي عنده كل الاجابات لكل الاسئله اللي هو ممكن يسالها. تعلم البرومبت انجينيرنج معناه ان انت تقدر تشرح للآلة او للماشين كأنك بتكلم انسان بالظبط وبتشرح له. عامة البرومبت انجينيرنج ده بحر كبير جدا وفيه معلومات كتيرة جدا، ممكن نعمله فيديو مستقل قريب ان شاء الله ونشرح فيه كل التفاصيل. فتأكد انك عامل سبسكرايب عشان اول ما الفيديو ينزل يوصل لك على طول. طيب دلوقتي انت عرفت ازاي تتكلم مع الاي اي صح، ايه الخطوة الجاية؟ تاني مهارة وهي التكست بيزد اي اي ايجنت. المهارة دي هتخليك تبني شات بوت فعلا ذكي قادر يرد على كل الاستفسارات، مش زي الشات بوتس القديمة اللي احنا اتعودنا نشوفها على الماسنجر اللي هي بزراير او بوتنز. زمان كان اي شات بوت بيرد باجابات محفوظة على اسئلة محفوظة كنا نسميه شات بوت، انما دلوقتي بقى اسمه تكست بيزد اي اي ايجنت عشان هو قادر يفهم كل المصطلحات اللي انت بتقولها حتى لو بصيغة مختلفة. الشات بوت القديم اللي هو يقول لك للمبيعات اضغط رقم 1، للدعم الفني اضغط رقم 2، ولو انت سألته اي سؤال مش في الزراير هيقول لك عذرا لم افهم سؤالك. ده كان زمان، دلوقتي الوضع مختلف تماما. التكست بيزد ايجنت هو شات بوت ذكي مبني على تكنولوجيا ال LLMs زي شات جي بي تي، بس متخصص لشغلك او للبيزنس بتاعك. الفرق بالظبط ان الشات بوت القديم كان بيبقى حافظ كلام معين بيرد بيه، انما الايجنت الذكي بيفهم السياق، بيتعلم من المحادثة وبيرد بشكل طبيعي زي البني ادم بالظبط. وده معناه ان الايجنت مش بس بيرد في الشات، لا ده قادر ياخد اكشن زي ان هو يدخل على قاعدة البيانات يجيب معلومة منها، او يحجز مواعيد في الكالندر، او يبعت ايميلات، او كمان نربطه مع اي بي ايز تانية عشان يعمل مهمات تانية اكتر. تخيلوا بالظبط كأنه موظف بيشتغل 24 ساعة من غير ما يتعب ومن غير ما يطلب راحة. خليني اديك مثال حقيقي الايجنت انا عملته. الايجنت ده كان لمركز تدريب، كان بيرد على استفسارات عن الكورسات زي المواعيد، الكورس ده بيشرح ايه بالظبط، هل هاخد منه شهادة ولا لا، هل معتمد ولا لا، وفي نفس الوقت يقدر يحجز من خلاله مواعيد الاستشارات، وبيفهم لو العميل سأل نفس السؤال بصيغة او بطرق مختلفة، وبيقدر يكمل المحادثة من اخر حتة انت وقفت فيها. يعني العميل ممكن يسأل عندكم كورس تسويق، انا حابب اتعلم ماركتنج، في حاجه عن الاعلانات، الايجنت بيفهم ان كلهم نفس السؤال بس بصيغه مختلفه، بناء عليه بيرد بطريقه الشخص اللي بيسال السؤال ده. ولو عايز تبدا دلوقتي فانا اقول لك احسن تولز ممكن تبدا بيها. اول حاجه واشهر حاجه فويس فلو، وده سهل جدا ان انت تبدا فيه بشات بوت بسيط ممكن تتعلمه اكتر وتطور من نفسك فيه اكتر،
وتاني حاجه شبه فويس فلو وهو بوت بريس، هما الاثنين مفيش فرق كبير ما بينهم، وانا شخصيا بحب اشتغل بالاثنين. وتالت حاجه هو ستاك اي اي، ده نظامه مختلف عنه شويه وادفانسد اكتر، بس طبعا مفيد جدا. في معلومه مهمه ان التكست بيزد ايجنت دي دلوقتي سوقها ضخم جدا، شركات كتير بتدفع من 500 ل 5000 دولار لمشروع واحد، وده سوق لسه في بدايته في الشرق الاوسط، لسه مش مشهور عندنا زي بره. فحرفيا دي فرصتك انك تبدا تتعلم المهاره وتتقنها دلوقتي. طب دلوقتي احنا اتكلمنا عن البرومبت انجينيرنج واللي هتستخدمه عشان تعمل تكست بيزد ايجنت. طب لو قلت لك ان في حاجه اقوى من دول كمان، تخيل ان في حد يتصل على شركتك الساعه 3 الفجر ويلاقي حد رد عليه فهم مشكلته وحلها له من غير ما يحس ان هو كان بيتكلم اصلا مع اي اي. ده بالظبط هو المهاره الثالثه، الفويس بيزد ايجنت. المهاره دي مش عباره عن كتابه زي المهاره اللي فاتت، هو نفس الشات بوت اللي هو المتطور الذكي، بس المره دي بالصوت كانك في مكالمه تليفون. الفويس ايجنت ده هو نسخه متطوره من الشات بوت، لكنها بتتكلم وبتفهم المشاعر ونبره الصوت، كأن انت بالظبط عندك انسان بيرد على المكالمات وبيتعامل كأنه انسان بشري 100%. في فرق شويه ما بين التكست ايجنت والفويس ايجنت. يعني في التكست العميل عنده وقت يكتب، يقدر يبعت لينكس او صور، المحادثات ممكن تاخد وقت اكتر. في الفويس المحادثات فوريه طبيعيه، بيوفر وقت وبيدي كمان احساس شخصي اكتر، ومناسب للناس اللي مش بترتاح قوي مع الكتابه. انا مثلا عملت فويس ايجنت لمطعم كان بيرد على المكالمات 24 ساعه، يقدر يستقبل الاوردرات، يرد على الاستفسارات، كمان ممكن يرشح ايتمز من المنيو، ويتكلم بالاكسنت اللي انا مختارها، سواء مثلا بريتش اكسنت او امريكان اكسنت. والنتيجه ان المطعم ده وفر مرتبات موظفين كتير، ما فاتوش ولا اوردر واحد. والاهم هنا ان الاوردرات ما بيطلعش فيها اخطاء، نسبه الاخطاء قلت جدا، لان انت مش موكل شخص بشري، احنا كبشر طبيعي ممكن نغلط. انما AI voice agent هو بياخد الاوردر من المكالمه بيسجلها زي ما هو بالظبط من غير اي اخطاء. وكمان ده زود المبيعات بطريقه غير مباشره. طب ازاي؟ مثلا المطعم ده كان فيه مكالمات كتير من كتر ضغط الشغل ما يقدرش يرد عليها وياخد الاوردرات. انت هنا بتشتغل بالاي اي، يعني شغال 24 ساعه يقدر يرد على كل المكالمات، ياخد كذا مكالمه في نفس الوقت وما بيتعبش. طب ليه الفويس ايجنتس قويه جدا؟ اول حاجه التوفير المالي، الفويس ايجنت تكلفته اقل من راتب موظف واحد. تاني حاجه وهي السكالابيلتي، الموظف يقدر يرد على مكالمه واحده في وقت واحد، الايجنت ممكن ياخد 100 مكالمه في نفس الوقت. تالت حاجه وهي الكونسيستنسي، الموظف البشري ممكن يكون مزاجه وحش، تعبان، ما خدش الاوردر مظبوط، طبعا كل المشاكل دي ما بتحصلش لما توكل الاي اي هو اللي يعمل المهمه دي. رابع حاجه وهي الداتا كولكشن، كل مكالمه بتتسجل، بتتراجع، علشان بعد كده الموضوع يتطور، لان الاي اي ما بيقفش في حته معينه، الاي اي كل يوم بيتعلم من اخطائه ويتعلم من تجاربه عشان يتطور ويوصل لمستويات اعلى. بس في نفس الوقت لازم اكون صريح معاك، الموضوع مش كله مميزات، اكيد فيه عيوب. العيب الاول وهو تكنولوجي، التكنولوجيا لسه مش متطوره او ادفانسد اكتر حاجه. يعني الفويس ايجنت ممكن يغلط لو في حوالين الراجل اللي بيتكلم نويز او في صوت مش واضح، ممكن يسكت في نص الكلام يفتكر ان هو بيقاطعه، فالموضوع لسه مش هيومنايزد 100%. العيب التاني وهو ان في بعض الناس بتفضل انها تكلم اشخاص بشريين زيهم، خصوصا لو في بيزنس من نوع تاني غير المطعم مثلا. والعيب التالت وان هو اصعب في المواضيع التكنيكلي، يعني لازم تظبط السرعه، الصوت، اللهجه، وتتعامل مع تحديات لايف او ريل تايم. بس ممكن برضو تحلها، ممكن انك تعمل فويس بيزد ايجنت يتعامل مع 80% من المكالمات و20% بس تروح لشخص بشري. طيب ايه افضل تولز تبدا بيها؟ اول حاجه وانا برشحها جدا وهو ريتل اي اي، ده ذكي جدا بيقدر يشتغل في المواضيع المعقده، بس في بعض العيوب ان مثلا لسه ما بيدعمش اللغه العربيه 100%. تاني حاجه وهو فابي اي اي، ده بيدعم العربي ومتطور جدا، واخر فتره بيطوروا من نفسهم بسرعه. تالت حاجه وهو بلاند اي اي، ده برضه سهل في الفويس ايجنتس وفي نماذج كتير او تمبلتس جاهزه تقدر تبدا بيها. حلو قوي. دلوقتي احنا شرحنا البرومبت انجينيرنج، ازاي تقدر تستخدمه في التكست بيزد ايجنت، وازاي تقدر تعمل حاجه متطوره اكتر وهو الفويس بيزد ايجنت. دلوقتي جه وقت ان احنا ندمج كل دول مع بعض في سيستم اي اي واحد. رابع مهاره وهي الورك فلو اوتوميشن، المهاره دي اللي فعلا بتفرق بين واحد لسه مبتدئ بيتعلم يلعب بالاي اي، وبين واحد يقدر يبني سيستم كامل مدمج بكل الانظمه وتشتغل لوحدها. دي المهاره اللي فعلا بتوفر لك وقت، مجهود، وفلوس. ببساطه انك تخلي كل التولز اللي بتستخدمها يوميا تشتغل لوحدها، جوجل فورم، نوشن، واتساب، سي ار ام، كل ده يشتغل اوتوماتيك بدون اي تدخل منك. تخيل معايا مثلا السيناريو ده من غير اي اي اوتوميشن، انت عندك جوجل فورم، واحد دخل ملى الفورم، الفورم اتبعتت لك على الايميل،
انت تفتح الايميل وتشوف الفورم، تاخد البيانات كوبي وتحطها على جوجل شيت، تفتح الكالندر وتحجز ميعاد، تكتب ايميل تبعته للعميل كونفirmation بالميعاد، تبعت رساله واتساب كريمايندر ليه بالايفنت، تضيف العميل في السي ار ام بتاعك. تخيل كل ده بتعمله مع عميل واحد، بتضيع وقت، مجهود، ممكن توفرهم وتستفيد بيهم في حاجه احسن. طب ده كله بيحصل ازاي لو انت بتطبق الاي اي اوتوميشن؟ العميل هيملى الفورم وكل ده هيحصل اوتوماتيك بدون اي تدخل منك. الكالندر هيتحجز، الايميل كونفirmation هيتبعت، والريمايندر هيتبعت، والداتا هتتسجل في جوجل شيت او اي سي ار ام انت بتستخدمه. النتيجه انك ممكن توفر 15 ساعه كل اسبوع، وتزود نسبه الليدز اللي انت بتسجلها لاكتر من 40%. طب ايه التولز الاساسيه عشان تعمل ورك فلو اوتوميشن زي ده او كمان ادفانسد اكتر؟ اشهرهم تقريبا هو ميك دوت كوم، ده اقواهم وبرده فيه مرونه، تقدر تعمل كذا ورك فلو، بيدعم اكتر من 1000 اب، تقدر تعمل 1000 رن او 1000 سيناريو شهريا مجاني 100%. بعد كده عندنا حاجه زي زابير، ده الاسهل للمبتدئين، الواجهه بتاعته بسيطه جدا ومناسب للورك فلوز البسيطه. وتالت حاجه معانا اللي اتشهر جدا الفتره اللي فاتت وهو انت ان، ده اوبن سورس مجاني 100% لو هتعمل له سيلف هوست. محتاج شويه تكنيكال نوليدج بس ده فعلا قوي جدا للمشاريع الكبيره، واهم حاجه بتميزه هو زي ما انا قلت مجاني 100% لو هتاخده سيلف هوست. حلو قوي. دلوقتي انت عندك 4 مهارات اساسيين. المهاره الخامسه هي دي اللي بتربط كل ده مع بعض. المهاره الخامسه وهي السيستم ثينكينج او المايند سيت. عقلك هو فعلا اهم مهاره في كل دول. المهاره الخامسه دي مش تكنيكال سكيلز زي الاربعه اللي قبل كده، دي طريقه تفكير. وده الفرق بين حد بيعمل تشات بوت وحد بيبني نظام كامل حقيقي. ايه هو السيستم ثينكينج ده؟ ببساطه انك تبص لشغلك على انه منظومه كامله مش مهام منفصله. يعني كل مره في حياتك العاديه تشوف حاجه بتتعمل مانوال، فكر كده واسال نفسك هل ممكن دي تتأتمت باستخدام الاي اي؟ هل في خطوه ممكن هنا اختصرها او اوفرها؟ هل في جزء لازم يفضل بشري؟ الناس اللي بتفكر بالطريقه دي هي اللي فعلا بتقدر توصل لحلول مبتكره وجديده، وهي اللي فعلا بتبني سيستمز تعيش وتشتغل، مش مجرد تولز كده كده موجوده. بس خليك فاكر حاجه مهمه، مش كل حاجه في الدنيا نقدر نعمل لها اوتوميشن. في حاجات مهمه جدا ان يفضل فيها لمسه انسانيه، وده اصل البراند بتاعي، وده كل اللي احنا بنعمله في ايربوت. هيومنايزد اي اي، يعني ذكاء اصطناعي مش بيستبدل البشر بل بيساعدهم يشتغلوا احسن ويطوروا من نفسهم. انا شخصيا ال5 مهارات دول اتعلمتهم وغيرت كتير جدا من حياتي. من 3 سنين كنت لسه مش عارف اي حاجه عن الاي اي ومش عارف حتى اتخصص في ايه. النهارده عندي ايربوت، بشتغل مع كلاينتس كتير في الشرق الاوسط والخليج، وبساعد اصحاب المشاريع او البيزنس اونرز ان هم يوفروا الاف الدولارات كل شهر. انا مش بقول لك كده عشان اتباهى، انا بقول لك كده عشان تعرف ان الفرصه في ايدك، متاح اي حد يتعلم ويطبق نفس المهارات دي. ولو بدات تتعلم المهارات دي النهارده هتكتشف ان انت مش بس بتتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، انت بتفهمه وبتخليه يشتغل معاك مش ضدك. نصيحتي ليك انك تبدا بالبرومبت انجينيرنج لان ده اساس كل المهارات. بعد كده هتبدا تتعلم ازاي تبني ايجنتس سواء تكست بيزد او فويس بيزد. بعد كده تربط كل التولز دي ببعض. وخليك فاكر دايما فكر كمهندس اي اي مش مجرد واحد بيربط تولز ببعض. ولو عايزني اتكلم بتفاصيل اكتر عن مهاره معينه من المهارات دي اكتب لي في الكومنت وانا هعمل فيديو كامل وشرح مفصل للمهاره دي بس. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات الجديده توصل لك اول باول وتتعلم ازاي الاي اي يشتغل معاك مش ضدك.